ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد وحلقه جديده معانا ومعاكم على قناتنا على اليوتيوب. يا ريت زي ما تعودنا لو في اي حد جديد معانا في القناه ينزل يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصله كل جديد والكل يستفاد. وبس حتى لو مش عايز تشترك اعمل لايك بس مش طالب منكم غير ان الفيديوهات يبقى فيها دعم عشان توصل لغيركم والكل يستفاد. تمام. درس النهارده موجه للناس الزيرو فوتوشوب، اللي ما فتحتش فوتوشوب قبل كده، ما اشتغلش فوتوشوب قبل كده نهائي. تمام. اول مره يفتح الفوتوشوب. تمام. كل مطلوب منك ان انت هتصور الصوره بتاعتك تكون رو. ليه؟ عشان الرو التعديل بتاعها بيكون اسهل، ولو فيها تفاصيل ضايعه تعرف ترجعها. موضوع بسيط. ايا يكن بقى فوتوشوب 2020 2014 19 مش هتفرق. تمام. اهم حاجة ان انت تعمل ابديت للكاميرا رو فلتر. هتكتب على جوجل ابديت كاميرا رو فلتر هينزل لك كاميرا رو فلتر 15. تمام. او 16 ايا يكن التحديث الاخير. تمام. بس كده هتفتح معاك الصورة بالشكل ده. هيجي لك هنا انت مصور على ايزو 100، فتح عدسة 6 و3، العدسة 35، البعد البقري. تمام. شاتر سبيد 1/1000. تمام. انت مبتفهمش فوتوشوب، هتعمل ايه بقى؟ انت شايف الكلام ده مش فاهم اي حاجة. موضوع بسيط. ركز معايا كده خطوة خطوة، هتلاقي ان انت هتعمل الصورة بتاعتك في اقل من 5 دقايق. تمام. بص، اول خطوة هتيجي هنا عند edit، هتدوس اوتو. تمام. الذكاء الاصطناعي عمل لك تعديل للصورة لوحده من غير ما تتعب نفسك. تمام. دي اول خطوة. تاني خطوة هتيجي هنا عندك color، عندك landscape، عندك نيوترال. دي الاوضاع اللي في الكاميرا اللي انت بتصور عليها. تمام. الطبيعة العادي، النيوترال برضو نفس النظام. ده الكالر بتاعت الفوتوشوب. تمام. في ستاندر، في بورتريه، في كل حاجة انت عايزها. تمام. تعالى كده نجرب دول. هتفتح هنا هيجيلك اكتر من حاجة. تمام. هتختار انسب حاجة ليك. هنختار ده. تمام. وهندوس open. تمام. الصورة بتاعتنا هتفتح بالشكل ده. كبر الصورة شوية بس كده. تمام. هتيجي هنا تعمل دبل لاير. هتيجي عند كاميرا رو فلتر، تالت خطوة معانا. تمام. ركز كده ان انت هتعمل الصورة بتاعتك في اقل من 5 دقايق. تمام. هتيجي هنا الاضاءة بس بتاعت السحاب زيادة شوية. هنيجي عند الوايت هنخففها شوية، هتبقى بالسالب كده. تمام. هنيجي عند الشادو ونعليها شوية. شادو دي الأماكن الغامقة. تمام. الهايلايت هنسلب، هتبقى 30. تمام. هندوس اوكي بالشكل ده بس. تمام. اخر خطوة معانا هتيجي هنا وهتدوس على اخر حاجة تحت معاك. تمام. هيطلع لك الوان بالشكل ده. تمام. هتيجي تختار كل لون انت عايز تشتغل عليه. عندنا اول حاجة الابيض، نبدأ بيه. هتعمل كده كده. تمام. لون السحاب
تمام. اللون الاصفر. اللون الاحمر اخر حاجة معانا. نعمل كده. الشكل ده. تمام. ممكن نيجي هنا عند البلاك، نغمق سيكا ونظبط درجات الالوان معانا. تمام. كده الصورة بتاعتنا خلصت. تعمل دمج، هتعمل سيف للصورة بتاعتك، فايل سيف از، وهتعمل سيف للصورة جيبك. وبس كده الموضوع خلص، مش اي حاجة صعبة. تعلي اعلى كواليتي ماكسيمم، هتدوس اوكي. بس الصورة بتاعتك خلصت في اقل من 5 دقايق. موضوع سهل وبسيط، مفيش اي مشكلة، مفيش اي حاجة متعقدة. اهم حاجة بس تركز في الخطوات. تمام. آه كل صورة طبعا بتعتمد على التصوير، كل صورة بتختلف من صورة للتانية، يعني على حسب التصوير بتاعك عامل ازاي، الإضاءة، المكان، الشخص. بس وتابعوا باقي الفيديوهات لو في حاجة فايتاكوا هتستفادوا أكتر. وبس كده، أشوفكم في فيديو جاي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.